بدأت الحكاية بجملة قاسية رمتها ليان بنت الشيخ راشد المنصوري أمام ضيوف أبيها وفي ساحة مزرعة الخيول الواسعة على أطراف الرياض، حيث تمتد الرمال حتى يذوب الأفق في وهج الشمس. قالت بصوت متمكن لا يعرف التردد: إن استطعت ترويض ذلك الحصان الشيطان خلال 2 فقط فسأتزوجك، لكنني أعلم أنك لن تقدر، ولم يخرج أحد سالما من محاولة الاقتراب منه. ساد صمت ثقيل، وكأن الصحراء نفسها حبست أنفاسها، والتفتت العيون إلى الرجل الوحيد الذي وجه له هذا التحدي: سالم الحربي، الشاب المعروف في المنطقة بأفضل مروض خيل بين المزارع والقبائل المحيطة. كان صباح من صباحات مارس الدافئة يغسل السماء بلون أزرق صاف، حين شد سالم عقاله فوق شماغه الأبيض وسوى ثوبه النظيف، وخرج من بيت طيني متواضع تعيش فيه أمه الأرملة. لم يكن غنيا ولا صاحب جاه، لكن اسمه في كل مضارب القبائل مقرون بكلمتين: الصدق والصبر. يده الخشنة من كثرة العمل، وعيناه البندقيتان الهادئتان، وملابحه السمراء التي حفر فيها الحر والتعب، كانت كلها تشهد على رجل لا يرفع صوته عبثا ولا يتراجع حين يعطي كلمته. كان يحمل في قلبه وصية والده الراحل: كلمة الرجل أثمن من الذهب، لا تقلها إلا وأنت قادر أن تموت دون أن تخونها. وصل سالم إلى مزرعة آل المنصور قبيل الشروق بقليل، فاستقبله الشيخ راشد في ساحة واسعة تتوسطها نخلة عالية وسقاية للخيول. قال الشيخ وهو يشير إلى الحظائر الخلفية: جاءنا حصان قبل أيام من مزاد بعيد، حصان لا يشبه الخيل، بل هو عاصفة. أسقط 3 رجال وكاد يقتل ابن أحد الشيوخ، لا أحد يجرؤ أن يقترب منه الآن. سار سالم خلف الشيخ حتى وصل إلى حظيرة معززة بسياج حديدي قوي. كان الحصان يدور في الداخل بعصبية، ينفخ بفتحات أنفه كريح حارة، أسود اللون كقطعة ليل سقطت على الأرض، عرفه كثيف، وعضلاته تتماوج تحت جلده كأمواج غاضبة. في عينيه ذكاء جامح وتمرد واضح، لكن خلف هذا كله ظل ألم عميق لا يخطئه قلب يعرف الخيول. قال الشيخ راشد بصوت ممزوج بالأسف: سميناه البرق الأسود، صاحبه السابق كان قاسيا لا يعرف الرحمة، ضربه بالسياط والحديد المحمى حتى حاول الحصان قتله فقتله فعلا، ومنذ ذلك اليوم والحصان لا يثق بأحد. شعر سالم بغضب مكتوم وشفقة لا توصف، وهمس: هذا ليس حصانا شريرا يا شيخ، هذا قلب مكسور. رد الشيخ: خذ ما تحتاجه من وقت، إن استطعت ترويضه فسيكون لك شأن عندي. في تلك اللحظة دوى صوت نسائي من خلفهما: أبي، ألا تعرفني على ضيفنا؟ كانت ليان تتقدم بخطوات واثقة، ترتدي عباءة فاخرة فوق فستان بسيط، حجابها الأسود يلف شعرها، ووجهها الصارم الذي لا يعكس أي تردد. خلفها مجموعة من الضيوف، أبناء تجار ومسؤولين، يتقدمهم فهد آل الشمري، ابن رجل نافذ في المنطقة، متغطرس النظرات، يظن أن المال يفتح كل الأبواب. وقفت ليان تحدق في سالم من رأسه حتى قدميه بابتسامة ساخرة تخفي شيئا من الفضول. وقال فهد ضاحكا: هذا هو الراعي الذي سيحاول ترويض الحصان القاتل، تضييع لمال الشيخ والله. لم يرد سالم بسخرية، بل احترم نفسه ووقف ثابتا يجيب بهدوء كل سؤال. فشدت ليان طريقة كلامه أكثر مما أرادت أن تعترف به، وما إن رأت برق الأسود يضرب الأرض بحوافره حتى قالت بحدة: كان يجب أن نتخلص منه يا أبي، كم من المال أهدر عليه. قال سالم بهدوء عميق: لا يوجد حيوان يولد شريرا يا آنسة، هناك قلوب تكسر فقط. تجمع الضيوف حول السياج، وكل ينتظر عرضا دمويا أو سقوطا سريعا. سألت ليان باللهجة المتحدية: كم سيستغرق ترويضه يا سالم؟ أجاب بعد لحظة تفكير: 1 وربما 2. انفجر فهد ضاحكا: 2 يا رجل، ولن تنجح. وضحك بعض الضيوف معه. قالت ليان بسخرية باردة: الحصان ليس أذكى من الإنسان. رد سالم بثبات: المسألة ليست ذكاء يا آنسة، المسألة ثقة. هنا تحولت السخرية إلى رهان قاس.
اقتربت ليان وعيناها تقذحان شررا من الغرور، وقالت بصوت عال يسمعه الجميع: ما رأيك في رهان يا سالم؟ إن روضت البرق الأسود وركبته أمام الناس وهو يطيعك تماما خلال شهرين، أتزوجك، وإن فشلت تغادر هذه المنطقة للأبد. تجمد الهواء، ثم انفجر فهد ضاحكا: رائع، الفلاح يريد أن يحلم بالأميرة. أما سالم فلم يرى في الكلمات إلا محاولة لسحق كرامته أمام كبار المنطقة. إن رفض اتهم بالجبن، وإن قبل ضحكوا عليه إن سقط. أحس سالم بالإهانة تحرق وجهه، وفي عيني ليان شيء غريب يشبه الوحدة المتكبرة. خرجت منه الكلمة دون أن يخطط: اقبل. شهق الحضور، ورفع يد الشيخ راشد إلى رأسه مصدوما. أما ليان فاتسعت عيناها للحظة قبل أن تخفي ارتباكها بابتسامة متصلبة، ومدت يدها تقول: موافق، لكن حين تفشل لا أريد أن أراك تستعطف أحدا. صافحها سالم، وفي اللحظة التي التقت فيها أيديهما مرت بينهما شرارة لا علاقة لها بالسخرية ولا بالرهان، بل بشيء أعمق يشبه بداية قدر لا عودة عنه. انتشرت قصة الرهان في المنطقة كما تنتشر النار في الهشيم. في المجالس، في الأسواق، في مضارب القبائل، كان الناس يتهامسون. سالم الحربي تحدى المستحيل ليكسب يد ابنة أغنى شيخ في المنطقة. بعضهم سخر، وبعضهم رأى في الأمر حماقة، لكن قلة قليلة فقط رأت في عيني سالم شيئا من الإيمان الهادئ لا يشبه جنون المغامرة. في تلك الليلة جلس سالم عند فراش أمه العجوز تحكي له عن خوفها عليه، وتقول: يا ولدي، لقد رهنت نفسك وقلبك ومستقبلك، هل تعجبك تلك الفتاة حقا؟ صمت قليلا ثم قال: هي قاسية، لكنني أشعر أن قسوتها مثل قسوة هذا الحصان، خلفها جرح كبير. هزت الأم رأسها بحزن: يا سالم، بعض الجروح لا تشفى بسهولة. أما في قصر الشيخ فكانت ليان أيضا عاجزة عن النوم، تدور في غرفتها الفسيحة ذات النوافذ المطلة على المراعي. لم تكن تخاف على سالم، بل كانت كلماته تطاردها: لا يوجد حيوان يولد شريرا. لأول مرة منذ سنوات تسلل شعور خفيف بالذنب إلى قلبها. شعرت أن الرهان كان قاسيا أكثر مما يليق بابنة شيخ عاقل. مع أول ضوء للفجر وجدته واقفا قرب حظيرة البرق الأسود، لا يحمل صوتا ولا عصا، بل يجلس على الأرض بثوبه الأبيض وقد شبك يديه أمامه، ينظر إلى الحصان بصمت طويل. سألت ليان من خلف السياج وهي تمسك فنجان قهوتها: ماذا تفعل؟ ألن تحاول ركوبه؟ أجاب هادئا دون أن يلتفت: أتركه يعتاد وجودي أولا، لا أريد أن أكون ظلا جديدا من الألم بنظره. سخرت: بهذا المعدل ستحتاج 2 لا شهرين. ابتسم للمرة الأولى منذ بدء الرهان وقال: هل يخيفك أن أنجح يا آنسة ليان؟ احمر وجهها لحظة قبل أن ترفع ذقنها بكبرياء: لا، لكني أظنك تضيع وقتك. أيام الأسبوع الأول مرت على وتيرة واحدة. يأتي سالم قبل الشروق، يجلس على مسافة آمنة من الحظيرة، يراقب البرق الأسود بلا أي محاولة للسيطرة. شيئا فشيئا بدأ الحصان يثور أقل عند رؤيته. لم يعد يضرب السياج بعنف كما في الأيام الأولى، بل صار يكتفي بالدوران في دائرة واسعة، متحفزا لكنه أقل جنونا. كانت ليان تأتي كل صباح تتظاهر بأنها تراقب الأداء لتسجل فشل سالم، لكنها في الحقيقة كانت تنجذب شيئا فشيئا لذلك الصبر الغريب الذي لا يشبه رجال المدينة الذين عرفتهم. في الأسبوع الثاني بدأ سالم يتكلم، لم يكن يخاطب الناس بل الحصان، بصوت منخفض دافئ يحكي له عن قلوب خافت أما شفيت، عن خيول انكسرت ثم عادت تركض في الصحراء، عن رجال أخطأوا ثم وجدوا فرصة ثانية. كان يقول: أعرف ألمك يا صاحبي، أعلم أنهم أوجعوك حتى ظننت أن كل من يقترب منك عدو جديد، لكن كل البشر صوت وحرقة على الجسد، بعضهم يريد أن يداوي فقط. كانت ليان تقف خلف نخلة قريبة، تتظاهر بأنها تراقب هاتفها، لكن أذنها مسمرة على صوته. لأول مرة تراه من زاوية مختلفة، رجل بسيط المظهر، لكن كلماته أعمق من كثير من مثقفي العاصمة.
في نهاية الأسبوع الثاني حدثت أول معجزة صغيرة. اقترب البرق الأسود بضع خطوات مترددة من السياج الذي يجلس قربه سالم، يشم الهواء وكأنه يحاول قراءة رائحة الرجل الذي لا يلوح بصوت. بقي سالم ساكنا يواصل حديثه: أنا لا أطلب منك أن تثق بي الآن، فقط لا تخف مني. شعرت ليان بقلبها يخفق، لا تعرف هل لأنها تخاف أن يهاجمه الحصان أم لأن احتمال نجاحه بدأ يبدو حقيقيا، ما يعني أن الرهان الذي اعتقدت أنه لعبة قد يتحول إلى قدر لا رجعة فيه. في الأسبوع الثالث مد سالم يده للمرة الأولى. لم يلمس رأس الحصان مباشرة، بل اكتفى بأن يترك كفه مفتوحة قرب السياج. استغرق الأمر يوما كاملا قبل أن يجرؤ البرق الأسود على الاقتراب بما يكفي ليشم تلك الكف بعض الثواني. لم ينفر، بل ارتجف جسده بين الخوف والرغبة في الأمان. همس سالم: اهدأ يا أخي، لن يؤذيك أحد بعد الآن، أقسم لك بذلك. كانت تلك اللحظة بداية تغيير حقيقي في قلب الحصان، وفي قلب فتاة كانت تختبئ خلف جدار من الكبرياء. في الأسبوع الرابع أصبح لسالم طقس ثابت مع البرق الأسود. يدخل الحظيرة بخطوات محسوبة، لا يقترب بسرعة. يمد يده أولا، ينتظر أن يتقدم الحصان، ثم يلمس عنقه بحذر. يربت على كتفه ويتراجع إذا شعر بانقباض في جسده. بعد أيام من الصبر المتكرر استطاع أن يضع على رأسه اللحية ثم اللجام دون صراخ أو عنف، فقط بصوت مطمئن وعينين هادئتين. كان هذا إنجازا لم يعتد رجال المزارع أن يروه بهذه السرعة، فبدأوا يتهامسون بإعجاب. سالم لا يروض جسد الحصان فقط، بل يداوي قلبه. في تلك الفترة تغير شيء في نظرة ليان نفسها. لم تعد ترى في سالم مجرد راع بسيط يصلح للتسلية أمام الضيوف، بل رجلا يحمل في داخله ثباتا وكرامة لا يشبهان أي شيء عرفته. بدأت تقضي وقتا أطول قرب الحظيرة، أحيانا بحجة الاطمئنان على الحصان وأحيانا بلا حجة. في صباح ما قالت له وهي تسير بجانب السياج: لماذا لا تذهب إلى المدينة؟ بشطارتك يمكنك أن تعمل في أكبر اسطبلات الخيل هناك وتكسب مالا أكثر من هذه المزارع. أجاب وهو يربت على عنق البرق الأسود: ليس كل شيء يقاس بالمال يا آنسة ليان. هنا بين هذه الخيول والرمال أجد نفسي، وأشعر أن الله وضع لكل روح مكسورة شخصا يداويها، وربما كلفت أنا بهذا الحصان. سكتت لحظة ثم ابتلعت سؤالا عالقا في حلقها، لكنها لم تستطع منعه أخيرا: وهل تعتقد أن كل روح مكسورة تستحق فرصة ثانية؟ التفت إليها بنظرة هادئة وقال: نعم، كل روح، حصانا كان أو إنسانا، ما دام هناك نبض فيها فهي تستحق من يعاملها برحمة. شعرت أن الكلام لم يكن موجها للبرق الأسود فقط، بل إليها أيضا. ارتبكت وأدركت أن درعها المتغطرس الذي اعتادت أن تحتمي خلفه أمام الرجال بدأ يتشقق أمام صدق هذا الرجل. في الليالي التالية كانت ليان تجلس قرب نافذتها تطل على المراعي، تنظر إلى ظل الحصان يتحرك تحت ضوء القمر، وتسأل نفسها: متى تحول الرهان الذي أردت به إذلاله إلى امتحان لقلبي أنا؟ كانت تستعيد مواقف حياتها، كيف استخدمت المال والجاه لتصد من لا يعجبها، وكيف أخفت وحدتها خلف نظرات باردة وكلمات قاسية. الآن أمام رجل لا يخاف منها ولا يتملق لها، شعرت لأول مرة أنها تريد أن ترى كما هي، لا كابنة شيخ فقط. في نهاية الشهر الأول حدثت لحظة مفصلية. وقف البرق الأسود بجوار سالم، يترك كتفه يلامس كتف الرجل دون خوف. مسح سالم على رأسه وقال مبتسما: أحسنت يا بطل، ما عدت تخاف يدي. في تلك اللحظة خرجت من فم ليان همسة لم تستطع منعها. لا يصدق، لم يسمعها أحد، لكنها هي سمعت قلبها يرد عليها: ليس الحصان وحده من يتغير، أنت أيضا. مع بداية الأسبوع الخامس والسادس لم يعد السؤال هل سينجح سالم في ترويض البرق الأسود، بل ماذا سيحدث إذا نجح فعلا؟ الفلاح الذي كان مادة للسخرية في عيون بعض الضيوف صار الآن ينظر إليه بإعجاب ودهشة.
حتى فهد آل الشمري الذي اعتاد أن يرمقه باحتقار بدأ يلتزم الصمت كلما رأى الحصان يطيع أوامر سالم بحبل واحد وصوت واحد، لا صياط ولا ضرب. أما علاقة ليان بسالم فقد تغيرت تغيرا لا يمكن إخفاؤه. لم تعد تتحدث إليه من بعيد، بل تقف قربه، تسأله عن أحلامه وعن أبيه وعن معنى أن يحمل رجل فقير كرامته كأغلى ما يملك. في مساء هادئ بينما كانت الشمس تغيب خلف الكثبان، اقتربت ليان من سالم وهو يجمع أدواته قرب الحظيرة. بدا عليها توتر لم يعتده منها. قالت بصوت خافت يخالف حدة لهجتها المعتادة: سالم، أحتاج أن أتحدث معك بعيدا عن عيون الناس. قادته إلى زاوية بين النخيل حيث لا يسمعهم أحد. صمتت قليلا ثم قالت: عندما طرحت ذلك الرهان أمام الضيوف لم أكن جادة في الزواج، أردت فقط أن أحرجك، أن أظهر للجميع أنك لا تجرؤ أو أنك ستفشل. نظر إليها سالم طويلا دون غضب وقال بهدوء: كنت أعلم. اتسعت عيناها: تعلم؟ ومع ذلك قبلت؟ أجاب: نعم، لأن ما رأيته في عينيك لم يكن القسوة فقط، رأيت شخصا يريد أن يختبر إن كان هناك رجل لا يخاف مظهرك ولا جاه أبيك. خفضت رأسها وقالت بصوت مكسور: كنت متكبرة، قاسية، مدللة. ظننت أن المال يمنحني الحق أن ألعب بكرامة الرجال كما أشاء، لكنك كسرت هذه الصورة دون أن ترفع صوتك أو تهينني. سألها سالم بهدوء عميق: هل أحبك أحد يوما كما أنت؟ ليس لجمالك ولا لمال أبيك، بل لك أنت بعيوبك وقوتك معا. لم تستطع الإجابة، فالدموع سبقت الكلمات. كانت تعرف في سرها أن من تقدموا لخطبتها رأوا فيها ابنة الشيخ لا ليان الإنسانة. همست برجفة: ولماذا تسأل؟ قال وهو ينظر بعيدا نحو المراعي: لأنني أريد أن أعرف المرأة الحقيقية خلف هذا الدرع. لا أريد صورة الأميرة المتكبرة، أريد تلك التي تخاف في الليل وتطلب من الله أن يراها أحد كما هي. انفجرت دموعها. لم يعاملها أحد بهذه الصراحة من قبل، لا رجال المال ولا أصحاب المناصب. قالت: وماذا لو لم يعجبك ما يوجد خلف هذه الواجهة؟ مسح دموعها بطرف كفه الخشن بلطف لم تتوقعه وقال: على الأقل نكون عرفنا الحقيقة، لكن قلبي يخبرني أن المرأة الحقيقية داخلك أجمل بكثير من الصورة التي تحاولين حمايتها. همست بصوت يشبه الاعتراف أمام نفسها قبل أن يكون أمامه: سالم، أظن أنني أقع في حبك وهذا يخيفني. سألها: لماذا الخوف؟ أجابت: لأن هذا الشعور يغير كل شيء في داخلي، يجعلني أريد أن أكون أفضل، أقل قسوة، أقل غرورا، أكثر صدقا مع نفسي. ابتسم قائلا: البرق الأسود علمني شيئا يا ليان، أي جرح مهما كان عميقا يمكن أن يشفى إذا وجد شخصا صبورا لا يهرب من العتمة، وأظن أن شفاءك قد بدأ بالفعل. حل اليوم الأخير كفجر عيد مهيب. وصلت الأخبار إلى أبعد من المزارع المجاورة. جاء أصحاب الإبل والخيل والتجار وبعض الوجهاء وحتى صحفيون من العاصمة يريدون مشاهدة هذا الجنون بأعينهم. راع بسيط يجرؤ على أن يجعل من ترويض حصان جريح جسرا للزواج من ابنة أحد أكبر شيوخ المنطقة. وقف الشيخ راشب في الساحة الكديرة مرتديا بشته الأسود فوق ثوبه الناصع، وقد تجمع الناس حوله، الرجال في جانب والنساء في جانب آخر، والعيون كلها على الحظيرة حيث يقف البرق الأسود. اقترب فهد آل الشمري من سالم وبابتسامة ساخرة قال: اليوم يا سالم إما مجد أو مهانة، هل أنت مستعد لتصبح أضحوكة الناس؟ أجابه سالم بنظرة ثابتة: الكرامة لا تكون أضحوكة يا فهد، إما أن أنجح بشرف أو أفشل بشرف. في زاوية أخرى
كانت ليان ترتدي فستانا أبيضا بسيطا فوقه عباءة أنيقة، حجابها مرتب بعناية، لكن عينيها تحملان توترا عميقا. اقتربت من سالم قبل أن يبدأ العرض وقالت بصوت مبحوث لا يسمعه إلا هو: كيف تشعر؟ ابتسم رغم القلق الذي ينهش صدره: واثق، ما دام الله يعلم أنني لم أخن كلمتي. فسألته: ومهما حدث اليوم؟ أجاب: يكفيني ما عرفته عنك خلال هذين الشهرين. قالت والدمعة تلمع في عينيها: وأنا فخورة بك مهما حدث. وقف الشيخ راشد أمام الحشد قائلا: نحن اليوم على موعد مع كلمة رجل أعطاها، ومع حصان كاد يوما أن يكون لعنة على صاحبه. إن نجح سالم الحربي في ترويض البرق الأسود خلال الشهرين وركوبه أمامكم مطيعا لأمره، فهو يستحق أن يكون زوجا لابنة ليان بمباركة الكاملة، وإن فشل فسيغادر هذه الأرض كما اتفقنا. همس الجمهور، فالغالبية رهنت قلوبها ضد نجاحه، إما خوفا على صورة ابنة الشيخ، أو لأنهم اعتادوا أن يروا الفقير تحت لا بجانب الغني. فتح الباب وخرج البرق الأسود إلى الساحة الواسعة. لم يكن ذلك الوحش الهائج الذي دخل منذ شهرين، كان حصانا مهيبا نعم، لكن عينيه أقل توترا وجراحه القديمة بدأت تلتئم. اقترب منه سالم يضع يده على عنقه يهمس في أذنه: هل أنت مستعد يا بطل؟ دعنا نظهر لهم ما تصنعه الثقة والرحمة. خفض البرق رأسه قليلا وكأنه يجيبه. امتطاه سالم بحركة رشيقة وعم الصمت. بدأ العرض. بصوت واحد وحبل واحد قاد سالم البرق الأسود في الساحة، يأمره فيستجيب، ينعطف في خطوط دائرية دقيقة، يتوقف فجأة فتغوص حوافره في الرمل دون أن يختل توازنه، يعدو بسرعة ثم يهدأ، يرفع قدميه الأماميتين بقوة ثم يهبط بثبات. كان التناغم بين الرجل والحصان كأنهما روح واحدة انقسمت نصفين. حتى من لم يفهم في الخيل أحسوا بشيء مقدس في هذا المشهد، شيء يقول إن القوة الحقيقية ليست في كسر الآخر، بل في أن تمنحه سببا كي يثق بك. بعد 20 دقيقة من العرض المذهل، أوقف سالم البرق الأسود وسط الساحة، ثم نزل عن ظهره بهدوء. ما إن ابتعد خطوة حتى تقدم الحصان من تلقاء نفسه، يخفض رأسه عند كتف سالم كأنه يطلب مداعبته. هنا انفجر التصفيق من كل الجهات، حتى بعض الذين راهنوا ضده لم يجدوا في أنفسهم إلا الدهشة والإعجاب. قال أحد كبار السن بصوت مرتجف: في 40 عاما مع الخيل لم أرى شيئا كهذا. اقترب الشيخ راشد من سالم وفي عينيه دمعة فخر لا تخطئ. قال: يا بني، أنت لم تكسب الرهان فقط، بل علمتنا معنى الصبر ومعنى أن تعطى الأرواح المكسورة فرصة ثانية. شرف لي أن تكون صهري. التفتت الأنظار إلى ليان التي كانت دموعها تنحدر بلا مقاومة، ثم تقدمت خطوات نحو سالم، وكل خطوة منها كانت تهز شيئا في قلوب الحاضرين. وقفت ليان أمام سالم وبينهما صمت ازدخم بكل ما مر خلال شهرين: تحد، سخرية، ثم اكتشاف، ثم حب لم يخططا له. قالت بصوت مرتجف: سالم، كنت أظن أنني ألعب بقلبك، لكنني اكتشفت أنني كنت أخاطر بقلبي أنا وخسرته بالكامل، لكن بطريقة جميلة. ثم فعلت ما لم يتوقعه أحد، ركعت أمامه، وابنة الشيخ التي اعتاد الناس أن يروها مرفوعة الرأس لا تنحني لأحد، انحنت لحب رأت فيه خلاصها. قالت: سالم الحربي، هل تسامحني؟ وهل تقبل أن أكون زوجتك؟ أعدك أن أكون جديرة بحبك ما حييت. ساد صمت عميق، ثم بدأ بعض النساء يبكين، ورجال غلاظ اللحى يمسحون دموعهم خفية. حتى فهد الذي كان يظن أن الدنيا لا تنقلب على أمثاله تمتم مذهولا: لم أظن يوما أن أرى هذا المشهد. رفع سالم ليان بين ذراعيه بلطف وقال وهو ينظر في عينيها: أحببتك ليس لما تملكين ولا لاسم أبيك، بل للمساحة التي في قلبك حين تتخلين عن خوفك.
إن كنت مستعدة أن نكمل الطريق معا على الصدق فأنا أقبل وأتشرف أن تكوني زوجتي. في تلك اللحظة اقترب البرق الأسود منهما يدور حولهما بهدوء وكأنه يبارك اتحادهما، ثم وقف بجانبهما رأسه عند كتف سالم وعينه على ليان. الحصان الذي كان لعنة صار شاهدا على ولادة حب. بعد 3 أشهر أقيم العرس في نفس المزرعة قرب الحظيرة التي بدأت فيها الحكاية. رفضت ليان أن يكون الحفل حكرا على كبار القوم، وأصرت أن تفتح الدعوة للجميع: العمال، الفقراء، أبناء القبائل البعيدة، وكل من شهد يوما صبر سالم أو جراح البرق الأسود. قالت لأصدقائها المتفاجئين: أريد أن أبدأ حياتي على قيم حقيقية لا على مظاهر زائفة. الرجل الذي اخترته علمني أن الكرامة والرحمة أثمن من الذهب. لبست فستانا أبيض بسيطا تخفيه عباءة أنيقة، ووقفت إلى جوار سالم تحت سماء مزينة بنجوم الصحراء، بينما تتلى الأدعية وترفع الأيادي تسأل لهم التوفيق. وفي نهاية الحفل صعدا معا على ظهر البرق الأسود في جولة رمزية حول المزرعة. لم يعد الحصان يخاف الناس، بل كان يركض بخفة وكأنه يغني بلغته الخاصة عن الشفاء بعد الألم. كان الأطفال يركضون خلفه، والرجال يبتسمون، والنساء يتهامسن عن حكاية ستروى طويلا في المجالس. مرت السنوات وكبر سالم وليان، ورزقا بأطفال كانوا ينامون كل ليلة على حكاية واحدة لا يملونها: حكاية البرق الأسود والراعي الفقير وابنة الشيخ التي اكتشفت قلبها أخيرا. كانوا يقولون لهم: أحيانا يولد أجمل ما في الحياة من أصعب التحديات. الحصان الذي ظنه الناس لعنة كان بابا لنعمة كبيرة، والرهان القاسي الذي وضع لجرح كرامة رجل كان سببا في شفاء قلب امرأة. وكان أهل المنطقة يقسمون أنه في ليالي القمر يمكن أن ترى من بعيد ظل حصان أسود يعدو فوق المراعي، يلمع عرفه مع نسيم الليل، وكأنه ما زال يحرس حكاية الحب التي كان جزءا من ولادتها، حكاية رجل صبور وامرأة تخلت عن غرورها، وحصان جريح تعلم أن يثق مرة أخرى.